اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي، بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما ننساش نحط لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، ونصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا عبارة عن ايه. حبايب قلبي، النهاردة هنعمل ان شاء الله مع بعض صينية بشاميل زي ما انتوا شايفين كده باللحمة المفرومة، وهنعمل فراخ بلدي مع بعض. ويلا بينا نشوف هنعمل البشاميل بتاعتنا ازاي، كل واحدة لها طريقة وتركة كده فيها. تمام يا حبايبي، تمام كده. هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده انا بدأت بالمقادير بتاعتي. معايا الفراخ بلدي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، معايا بصل فرمة في الكبة ومنعماه، ومعايا نص كيلو من اللحمة المفرومة. خلينا نبدأ بالبشاميل بتاعنا الأول. أنا معايا لبن دسم كده بالقشطة بتاعته، مش هشيل منه حاجة. معايا 2 كيلو ونص من اللبن، عليهم 3 مرقة من الدجاج وشوية من الملح. وهعمل البشاميل بتاعي على البارد، مش هحطه على النار ولا هقلبه في سمنة. ومعايا 10 معالق من الدقيق على 2 كيلو ونص لبن. ولو احتجت دقيق تاني تقدر تحط دقيق، ولو محتاجة ان انت تحطي نشا ممكن تحط نشا. عليهم معلقة او نص معلقة من الفلفل الاسمر زي ما انتوا شايفين، مش هحط اكتر ولا اقل. كده هقلبهم على البارد زي ما قلتلكم، وبعد كده هرفع البشاميل بتاعي على النار. اللي ما بتجربش الطريقة دي اتمنى انها تجربها وتقولي ايه رأيها فيها. جميلة، واحسن ما تحمري في سمنة او في زيت الدقيق ويكتل منك. الطريقة دي حلوة، انا بعملها على طول كده، اتمنى انكم تعملوها وتعجبكم ان شاء الله. كده قلبت البشاميل بتاعي على البارد زي ما قلتلكم، ورفعته معايا على النار بالشكل ده. معايا بقى صينية تانية حطيت فيها معلقة من السمنة، هنزل عليها ب3/4 كمية من البصل اللي معايا، نص كيلو اللحمة. وهسيب معلقتين 3 كده اتبل بيهم الفراخ بتاعتي زي ما انتوا هتشوفوا معايا في الفيديو برضو. كده نزلت بالبصل بشوية السمنة بتاعتي او معلقة السمنة زي ما قلت لكم، لو حابة تحط زيت مفيش اي مانع. هتبلها برضو، مش هحمرها. معايا المكرونة بتاعتي بتتسلق برضو اهي، وايدي في البشاميل بتاعي عشان ما يكتلش مني. هنا بقى هتبل البصلة بتاعتي، معلقة من الشطة، معلقة من بهارات الفراخ، معلقة من فلفل الأسمر، ومعلقة من البابريكا، والملح بتاعي. هديها تقليبة حلوة، وبعد كده همسك الفراخ بتاعتي زي ما انتوا هتشوفوا معايا، وهديها تتبيلة حلوة بالبصل من جوه ومن بره. وبعد كده اكتفها ونشوف هنعمل ايه. يعني انا عاوزاها متبلة بس مش عاوزاها محشية اوي. اللي وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تذكر رسولنا الكريم وتحط لايك عشان الفيديو يترفع ويتشاف اكتر. اه كده انا بتبل الفراخ من بره ومن جوه، وبقوم ايه حاطه فيها الكبده بتاعتها، وبقوم مكتفاها زي ما انتوا شايفين اهو.
خلاص كده انا كتفت الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين معايا بالشكل الحلو ده اهو. بعد كده بقى معايا حلة، هحطها في الحلة بتاعتي، وبعد كده عملت لها خلطة بصل على طماطم، وحطيت عليها شوية من البهارات، وبعد كده نزلت عليها برضو. معايا هنا البصلة بتاعت اللحمة خلاص انا دبلتها مش حمرتها زي ما قلتلكم، ونزلت باللحمة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي كده. نزلت باللحمة بتاعتي على البصل يا حبايبي، هنزل بقى بالتوابل بتاعتي. معايا معلقة من البابريكا زي ما انتوا شايفين، معلقة من الفلفل الاسمر، معلقة من الشطة، ومعلقة من السبع بهارات، ومعايا خلطة من خلطة لحمة، بهارات خلطة لحمة، والملح بتاعي. بعد كده هحط عليها معلقة توم، بس مش عارفة هي جت في الفيديو ولا لا. وهديها تشويحة حلوة كده بقى، وهسيبها تستوي مع بعضها بالتوابل بتاعتها الحلوة دي. والبشاميل بتاعي خلاص كان جاهز معايا برضو، والمكرونة استوت معايا. هنا الفراخ بقى حطيتها في الحلة بتاعتها كده، وحطيت التوابل بتاعتها عليها، وسبتها في عرقها شوية، والرز بتاعي كان نشف. هنا اللحمة بتاعتي كانت خلصت بقى، والبشاميل بتاعي كان جاهز معايا. قلت بقى ننزل بشوية من المية للفراخ عشان تعمل لها شوربة حلوة كده، ونغطي عليها بقى ونسيبها تعيش حياتها. حلو الكلام. تمام كده. معايا بقى المكرونة بتاعتي بعد ما استوت صفيتها، ونزلت عليها بكبشتين 3 من البشاميل، واديتها تقليبة حلوة كده. معايا الصينية بتاعتي بقى، بحط في قعر الصينية بشاميل، ما بحطش زيت ولا سمنة ولا اي حاجة من دي. جربوا طريقة صينية البشاميل ده، هتعجبكم اوي 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 ان شاء الله، وهتجربوها باذن الله. والبشاميل بتاعي ما يبقاش تقيل معايا ولا يبقى جامد، خليه صايص شوية كده، اديلها تيست حلو اوي في الاكل، وبتبقى جميلة وجوسي كده. هنا بقى انا حشيت الصينية بتاعتي رقة من المكرونة، وعليها رقة من اللحمة، وبعد كده غطيتها برقة من المكرونة تاني. وبعد كده حطيت البشاميل بتاعي، وكان عندي شوية جبن ميكس موتزاريلا كده، قلت احطهم عليها كده. كده بقى البشاميل بتاعتي كانت خلصت معايا، اقسم بالله كان طعمها جميل جدا جدا جدا، بألفان اللي اكل منها يا رب. اهي. وسبتها 5 دقايق بالظبط، طلعت معايا ما شاء الله متماسكة وخرطة، يعني مش سايبة مني ولا فروتت ولا حاجة. والفراخ كمان حمرناها اهو. اتمنى من الفيديو انه يكون عجبكم، وتطلع منه مستفادين ولو بحاجة بسيطة. واتمنى تجربوا طريقة البشاميل زي ما قلت لكم، هتعجبكم جدا جدا. اشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله، في رعاية الله يا حبايبي. احمد اجي يا مام.